السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2-0 فيلم ارتاح منه. أنا قايل والله يا جماعة من يومين إن على الورق الأهلي أتقل كتير من الزمالك. على الورق الأهلي يدوس على وش الزمالك الماتش ده، لأن السكواد بتاع الأهلي أقوى كتير من السكواد بتاع الزمالك، مع إني ما كنتش متوقع إن إخوان ألفينا يكون موجود ولا عدي الدباغي يكون موجود على الدكة ولا الناس دي تكون موجودة، بس لقيناهم. بس الناس دي مش 100%، الناس دي مش واقفه على الارض صلبه يعني. فكان يعني انت بتضحي بيهم في ماتش زي ده. اعمل حسابك كمان ان انت عندك جراديشار مش برضه 100%. محمود تريزيجيه ما كانش باين قوي، اللي كان بيلعب بحماس قوي وطبيعي زيزو. طاهر كان فايق قوي النهارده، مروان عطيه فوق الشوق، ديانج حاجه 10/10. محمد هاني وكوكا بقى. كوكا طبعا يعني انا ما بعترفش بيه ان هو باك شمال خالص كوكا، بس يعني لعب ها. اما كان الولا شيكو بنزا بيلعب على يمته كان قافل الدنيا عليه خالص. اما راح يمة هاني بدا ياخد نفسه سن، بس اما اخوان بزيرة ده نزل الدنيا اتظبطت شويه يعني. كانوا في كام كوره، عشان طبعا زي ما قلت لكم هو الواد اخوان الفينا دوت لو اداك وشه خلاص هيكلفتك. المفروض انت بتضغط عليه اول ما يستلم الكوره وهو لسه انت كده خش على ظهره على طول كده، التحام بسيط اقلبه على وش الكوره، خد فاول شكرا. ادام ما لفش واداك وشه وبقى وشه في وش الجون كده مش هيعرف يعمل حاجه، لكن لو لف خلاص شكرا بقى انت اتكلفت، هتاخد انذار، هتعمل فاول، يا اما هيعديك. بس الماتش كان فيه كوره، الماتش كان حلو. طبعا ناصر ماهر ما كانش موجود خالص في اللعب. الزمالك ما الفرقه ما كانتش موجوده يعني، ما لعبوش كوره كتير. هم يعني ربنا معاهم، الفرقه مش ما فيهاش لعيبه كتير يعني. الولد اللي اسمه شيكو بنزا ده لعيب، ده فكهاني زي ما المعلق كان بيقول، ده ما فيش خالص، ابيض يا ورد. مفيش غير كره واحده اللي هو زقها من نص الملعب دي وجري وقام شاط الكره في الشبكه من بره دي، لكن غير كده مفيش، ولا عارف يستلم ولا عارف يقف. ده انت راجل افريقي يعني، المفروض يبقى البدني بتاعك كويس، ده مفيش. ده الولا ياخد الكره يستلم، اللي يديله كتف ياخد منه الكره، يمد رجله ياخد. يا عم ما تنشف شويه يا عم، انت ايه ده؟ ده يلعب مع فريق النساء احسن. الولا سيف الجزيري كويس طبعا. الجون يا جماعه اللي هو جابه ده طبيعي، كره من دماغه جت في ايديه ودخل الجون. فالكره كده ما ينفعش تتحسب، ما ينفعش. هتقول لي بقى جايه من ايده لدماغه، من دماغه لايده، ما ينفعش. الكره يا جماعه جت جون، جت جول يعني. هيقول لك الجول ده بايه؟ بايديه؟ ما ينفعش، ايديه هي اللي ودت الكره في الشبكه. فالكره لو من دماغه بس كانت زمانها جت في الارض، لكن هي جت في ايده ودخلت الشبكه. طبعا لو زوروني عندي برد هتحس ان الواحد اخنف شويه، بس ما ينفعش نفوت الماتش ده. مبروك للاهلي، يستحق الفوز الحقيقه. مسك الماتش 90 دقيقه، هو اللي ضغط، هو اللي لعب كوره. اول جون طبعا يعني عالمي، وجون المفروض يتحسب للزمالك، بس يعني اسيست من زيزو. بن شرقي استلم، كتم الكرة كتمة بوش رجله، كتمة معلم، جول. الجول التاني طاهر عمل فيه مجهود خرافي. اول مرة شفت طاهر بيلعب بالاسلوب ده. رفع الاوفر، مروان عطية طق البند اللي عملته الكرة في الارض دوت هو اللي خلاها توصل في سقف الشبكة ويخش الجول التاني. من بعديها الزمالك مسك كوره شويه، اخوان بيزيرة لما نزل حرك الفرقه شويه، كان فاول بس ما فيش. الفرقه مش متكامله يا جماعه، الفرقه مش تلعب على لاعب واحد ولا على يعني جوز لعيبه ولا حاجه، ما فيش. تبقى المفروض تبقى سكواد كامل. مشكله بقى انت عندك الفرقه جراديشار تلعب مصاب، زيزو اسمه ايه دوت محمود تريزيجيه تلعب مصاب. اتمنى الاصابات تبقى خفيفه، عشان طبعا الاهلي عنده ماتشات اخر الشهر ده في افريقيا. هارد لك لاخواتنا الزملكاويه، مبروك لجمهور النادي الاهلي. اتمنى لو وصلت معانا لغايه هنا يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه عشان تتابع معانا كل جديد. والهنا يكون خلص الفيديو بتاعنا. مبروك للاهلاويه، سلام.